السلام عليكم، شلونكم؟ اليوم سوينا الفطور بالكويتي. حطينا 3 أكواب طحين أبيض اللي هو هذا، 3 أكواب. وحطينا طماط 3 حبات، شدة بقدونس، شدة كزبرة، شدة شبنت واحدة، بصل 3 حبات. وحطيت هالمرة أنا مشروم، هو ما ينحط على حسب الرغبة. احنا حطينا مشروم، ثوم 3، وطبعا ماي 2 على أساس نخلط المقدار. ملح بالقرشة أو حسب انتم شو تحبون، بس نحطه بالقرشة طبعا ونصبه في الطريقة. ناخذ شوية هالمقدار، نحطه طبعا الدهن يكون نخليه. ولما نحس ان لما تشيلينها المقدار، تشيلين العجينة تحركينها، تحسينها خفيفة معاك. لما تشوفينها ثقيلة معناته انه داخل بعد مو مستوية، فتحطينها تقلبينها شوية، تخلينها كذي تاخذ راحتها، تفرش على راحتها، تستوي من داخل. أهم شيء إنها تستوي من داخل، لا تستعجلون عليها، تشيلونها قبل لا تستوي. هذه الطريقة بس. ونحطها بعدين بالصاج بهالطريقة، بس الدهن، ونحطها في بايركس أو أي معون عندك تبينه تحطينه حق التقديم. وسلامتكم وعليكم بالعافية.